السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم. كنت بس عايز اتكلم في كام نقطة كده بالنسبة لمباراة الاهلي والبنك الاهلي والفار واللي حصل، وهل دي ضربة جزاء، هل كرة حسين الشحات اوفسايد، هل كل الكلام ده. عايز اقول بس حاجة بسيطة. طبعا انا اهلاوي، بس هل النادي الاهلي يستحق الفوز؟ هل النادي الاهلي يستحق ان احنا نتكلم في حوار الفار؟ طبعا هو حوار الفار مفيش غنى ان احنا نتكلم عنه، بس ده مش مبرر. ده مش مبرر ان احنا خسرنا مباراة زي دي. ده مش مبرر. كلنا عارفين احنا خسرنا المباراة دي ازاي. كلنا عارفين ان احنا ما كناش يعني ما كانش يومنا. كلنا عارفين ان احنا اصلا ما اديناش وما لعبناش كورة. كل الكلام ده لازم نعرفه قبل ما نفكر ونقول الفار ظلمنا والحكام ظلمتنا ده طبعا مش مبرر برضه. اللي انا بقوله مش مبرر برضه ان احنا ما نعاقبش الحكام اللي كانت على الفار، او محمود البنا، او اي حد تدخل في حتة ان الكرة مش ضربة جزاء. لكن احنا ما كناش افضل حاجة، ما كناش احسن حاجة، ما كناش نستاهل ان احنا نفوز في المباراة دي. احنا ما اديناش كورة وما لعبناش كورة علشان نفوز في مباراة زي دي. عمر كمال عبد الواحد اول حاجة ما كانش موفق، وما ينفعش عمر كمال يلعب في المكان ده تاني. وكولر اخطأ خطأ فادح بالنسبة للدفع بعمر كمال عبد الواحد. كولر اخطأ، واحنا مش مع ان احنا نعلق اخطائنا على شماعة الغير. دي حاجة انا مش حاببها. انا كواحد من جمهور النادي الاهلي بقول لا، ده ما كانش دي مش شماعه نعلق عليها. كولر اخطا، واخطا جامد جدا في نزول عمر كمال عبد الواحد في المكان ده، وانه يبقى على موديس طول الوقت ده في المباراه وهو كان عنده كهرباء. وده من وجهه نظر الشخصيه، وكلمتين كنت حابب اقولهم لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.